السلام عليكم عاملين يا شباب، يا رب تكونوا بخير. طبعا فيديو النهارده يا جدعان هيكون فيديو جامد. طبعا يا جدعان الفيديو ده هيكون بناء الطاحونه. طبعا يا جدعان انا عملت هنا الاساس. الطاحونه هتكون يعني سهله وبسيطه، هتكون هنا جنب البيت هنا. يعني يا جدعان انا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، يعني انا عامل طاحونه وكده يعني. ولا يا جدعان نبدا في بناء الطاحونه. بس اول حاجه يا جدعان هو لازم تكون، بص، عشان لو عايزين تبنوا 5 في 5، هنا 5 وهنا 5، ويعني في كل جهه 5، ونطلع حته صغيره كده. يعني اول ما تيجوا تعملوا الحاجات دي تيجي حاطين كده في كل زاويه واحد كده، وهنا برضو يعني في كل زاويه، وهنا برضو، وهنا برضو، يعني في كل زاويه حطوا هنا. بعدين تيجي جايبين ايه، تيجي جايبين الستون، بس هو عادي كده، ده كابل ستون، وتيجي حاطين برضو هنا، وهنا هيبقى الباب، وتيجي مغلفين كل حاجه كده، وبرضو هنا. وبعدين يا جدعان تيجي طالعين 3 بلوكات برضو زيادة. ادي واحد، ادي واحد، ادي اتنين، ادي اتنين، ادي 3، وبرضو نحطها عند كله. وبعدين يا جدعان تيجي حاطين كده هنا برضو، تيجي عاملينها يعني كده هنا، مهم يعني. وهنا وبعدين يا جدعان تيجوا حاطين كده اللي هو اسمه السلم هنا كده، وتيجي حاطين بقى الباب هنا. ويعني لو طلع لكم المنظر ده يبقى انتوا كده ماشيين تمام عندي يعني. طبعا يا جدعان برضو هنا تحطوا هنا، انا نسيت. ونكمل يا جدعان جميع الجهات. بس بص، يا جدعان بصوا، تيجي حاطين مثلا واحدة هنا كده، واحدة هنا، واحدة هنا، تيجوا ماشيين كده يا جدعان، تيجي عاملينها كده. وهنا برضو حطينا، وتيجي برضو عاملين شبابيك زي ما انا قلت لكم كده. ايوه يا جدعان احنا كده ماشيين مظبوط بتاع يتسلم اي حاجه بس كده. وتيجي جايبين الحجر ده، تيجي حاطين في كل زاويه واحده، واحده بس، يعني ما تزودوش، هو مش بالكتر يعني. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك. وتيجي يعني طالعين بقى 9 بلوكات، ادي واحد، يعني نطلع على المعاد. يعني بعد ما طلعنا كده، بعدين يا جدعان نيجي عاملينها كده هنا برضو، ونيجي برضو عاملينها هنا كده، ونيجي بنينا كده، وبرضو هنا كده، هنا كده. وبعدين يا جدعان نيجي نازلين كده، بصوا في الوش كده. وبعد يا جدعان ما احنا جبنا الخشب، نيجي عاملين كده 1 2 3، ونيجي طالعين 3 بلوكات، ودي 1 2 3. وبعدين نيجي عاملينها كده، وبرضو نيجي عاملين نفس الحاجة كده. طبعا يا جدعان تكملوا برضو الحتت دي كده، نيجي مكملينها برضو هنا وهنا يعني، وتخلصوها يعني كلها. وهنا برضو، وهنا نحط هنا برضو، نيجي بس كده نازلين. طبعا يا جدعان هنا هيبقى 2، نيجي حاطين 3، ونيجي طبعا يا جدعان تيجي حاطين سلم هنا، وسلم برضو تحت هنا، ايوه تقريبا كده، ايوه. وبعدين نحط كده يا جدعان ازاز، اللي هو الازاز، وتيجي يا جدعان عاملين كده كله، وانا هرجع لكم لما اعمل في كل الجهات كده. طبعا يا جدعان انا خلصت كل الجهات، باقي بس هحط الازاز. فانا دلوقتي هحطهم هو دلوقتي، يعني هي المهمة الازاز سهله. احنا نحط وادي واحده هنا كده، يعني كل حاجه سهله يا جدعان. يعني هنا واحده برضو، هي اصلا الطاحونه يعني عاملها بسيطه، عشان مثلا لو عايز اي حد يعملها وعاملها بالخطوات وكده. برضو هو يا جدعان عملنا الطاحونه كده. وطبعا يا جدعان احنا اكتشفت ان احنا عملنا حاجه غلط، يعني هي حاجه بسيطه، بس برضو عن الشكل وكده. فاحنا يا جدعان احنا عملنا ايه، المفروض يا جدعان دي يعني دي ما تكونش كده، دي تكون ازاز. ويعني هنعملها في كله يعني كده، برضو هنصلحها. يا جدعان بعد ما صلحنا نيجي عاملين ايه بقى، نيجي عاملين ازاي، ادي 1 2 3،
وهنا 1 2 3. وتعملوا يا جدعان على كل بقى وطبعا يا جماعه اهو خلصت كل الناحيات. يعني يا جدعان المبدأ يعني الحاجه قول السؤال تاني. تيجي حاطين هنا كرسي هنا كده، بعدين نيجي حاطين تحتيه زر اللي هو البطن ده. لا يا جدعان نيجي حاطين كده بس من غير زر، ونبقى عاملينه بقى في كله. بعدين يا جدعان نيجي حاطين كده سلاب، بعدين يا جدعان نيجي نوصلهم موصلين بعض. بالسلابات كده. بعدين يا جدعان اول ما احنا نيجي نوصله، نيجي يعني نوصل كله، بعدين نيجي حاطين البتاع اسمه ده تراب دور تقريبا كده، ونعمله نفس الشكل ده في كله. وبعدين يا جدعان نحط سلاب في كل زاوية كده، ونيجي نحط هنا كراسي برضه كده، نعملها في كل حتة. وبعدين يا جدعان نيجي مقفلين الحتة دي. وبعدين يا جدعان نيجي محطين كده يعني بلوكة الخشب كده في كل حتة، يعني نحطها في كل زاوية كده. بعدين نحط الباطن ده يعني في كل، يعني في الزاويتين، بس ما نحطش جوه عشان جوه يعني مش هيتضايق. فاول ما احنا نحط دلوقتي جوه، وبعدين يا جدعان نيجي نغلفها بقى كده، ونحط، ايوه كده نغلفها ونحط واحدة هنا كمان. وبعدين نيجي حاطين كده برضو يا جدعان 3، هنعمل اكن كده بوز كده يا جدعان، وبس كده. يعني كده هيكون الشكل بتاعه، بس نحط بطن بس كده عشان الشكل يكون حلو. يا عم انا بحطها فين؟ بحطها في الشكل كده وبس كده. طبعا يا جدعان نيجي فاتحين كده فتحة من هنا، بعدين نجيب الخشب ده كده، ونيجي طالعين 4 1 2 تزمينه كده، عاملها على شكل مروحة يا جدعان واجيلكم. A few moments later. وكده يا جدعان نكون خلصنا الطحونة. ويا جدعان بصوا الشكل جامد. واكتبولي في تعليقات تقيموها كام من 10، ولو عايزيني يعني انزلكم وانا ببني الحاجة اكتبولي في التعليقات. ويلا سلام.